مين اللي قتل الله يرحمه علي بيه الكبير؟ مين؟ ما انت يا مين اللي قتله؟ والله ما انا يا استاذ. بقول لك ايه؟ هو مين اللي قتل علي بيه الكبير ده؟ اكيد طالب من مدرسه تانية. اللي هو فعلا مين اللي قتل علي بيه الكبير؟ وهو مين اصلا علي بيه الكبير؟ هنا من امام الجامع الازهر الشريف، وعلى بعد امتار من الجامع، وزي ما احنا شايفين موجود المبنى الاثري ده، اهو صاحب المبنى ده هو اللي قتل علي بيه الكبير. انا محمد سعيد من قناه تريختولوجي، ويلا بينا نحكي لكم حكايه النهارده عن قاتل علي بيه الكبير. في أيام الدولة العثمانية كان المماليك بيحكموا مصر في أدوار حكام الأقاليم، حاجة كده زي محافظين، وكان حاكم القاهرة بيكون اسمه أو لقبه شيخ البلد، وواحد من شيوخ البلد دول كان اسمه علي بيه الكبير. والمختلف في الراجل دوت إن هو قرر الانفصال عن الدولة العثمانية، وفعلا خطط للانقلاب بمعاونة 5 من أكبر مماليكه، وفعلا بينفذ الانقلاب وبينجح، ويستقل بمصر عن السيادة العثمانية لمدة 5 سنين. مش بس كده، ده كمان بيتطلع لضم بلاد تانية لمصر زي الحجاز والشام، وفعلا بيبعت جيوش للحجاز والشام في قيادة محمد بيك أبو الدهب، أحد أهم مماليكه ودراعه اليمين وجوز بنته كمان. محمد بيك أبو الدهب دوت كان مملوك اتخطف من أهله، واشتراه علي بيك الكبير ورباه وقربه منه، ولما كبر ومن كتر حب علي بيك الكبير فيه جوزه لبنته. واسم أبو الدهب دوت مش اسمه ولكنه لقبه، عشان خاطر كان كل لما بيترقى في المناصب كان بيخرج على المصريين ويرش عليهم جنيهات من الذهب، فتعرف من ساعتها باسم أبو الدهب. ومحمد بيك أبو الدهب بجانب إن هو كان محارب قوي جدا، كمان كان سياسي شاطر وذكي جدا، وده ظهر لما حصلت حملة انتصارية في صعيد مصر، كان قائدها واحد اسمه، ممكن يكون عدى عليك الاسم ده قبل كده، شيخ العرب همام الهواري. وقدر محمد أبو الدهب القضاء على سيطرة شيخ العرب همام بالحيلة والسياسة، بأنه أقنع أكبر قواده وابن عمه واللي كان اسمه إسماعيل الهواري إنه يكون شيخ العرب همام، وينسحب بقواته من جيش همام اللي بينسحب هو كمان من المعركة لبلاد النوبة وبيموت هناك. وبرضه بيقود محمد أبو الدهب حملة لإخضاع الشام لسلطان علي بيك الكبير، وفعلا بينجح في دوت، ولكن بطريقة أو بأخرى بيحصل تواصل بين الخليفة العثماني ومحمد بيك أبو الدهب، وبيتم الاتفاق على التخلص من علي بيك الكبير وإن أبو الدهب يحل محله. وفعلا بتحصل معركة في مدينة الصالحية بين جيش أبو الدهب وجيش علي بيك الكبير، بيتصاب فيها علي بيك الكبير وبيموت على إثر الإصابة ديت، وبيتولى محمد أبو الدهب منصب شيخ البلد في مصر بعد ما تخلص من أستاذه ومعلمه علي بيك الكبير. وكان محمد بيك أبو الدهب يجمع بين صفتين متناقضين جدا، أولا كان محب للعلم والعلماء ورجال الدين، وبنى المجموعة اللي احنا فيها دي مكونة من مسجد ومدرسة وسبيل وكتاب، مجموعة كاملة، وبناها هنا بالذات أمام مسجد الأزهر. وهنا بعض المؤرخين بيقولوا إن سبب البنى هنا هو عشان بيكون منافس للأزهر الشريف اللي كان في الوقت دوت بقى أحد أهم المدارس والجامعات الإسلامية في العالم بعد انهيار الحضارة في العراق. ومؤرخين تانيين بيقولوا إن بناها هنا عشان يكون ملحق للأزهر الشريف اللي أعداد طلاب العلم فيه كانت كتير جدا وأكبر من طاقة المكان على استيعابها، والله أعلم بنيته الحقيقية لبناء هذا المكان. والمتناقض التاني بقى في شخصية أبو الدهب إنه كان محب جدا للدماء والقتل، وكان من هواياته اللعب بالجماجم البشرية، فكان بيجيب الجماجم ويرصها فوق بعضها كأنها هرم. وفي يوم من الأيام وبالظبط بعد 2 من توليه منصب شيخ البلد، كان في حملة على بلاد الشام لإخضاع بعض المدن المرتدة على السلطان العثماني للدولة العثمانية مرة تانية، حاجة كده زي خدمة منه للدولة العثمانية. ولكنه بيتصاب بمرض غريب جدا، البعض بيقول إنه تيفود والبعض بيقول إن أحدهم سمه، وبصرف النظر عن المعطيات فكانت النتيجة إن هو بيموت في بلاد الشام، وبيكون مقرر لجثته إنها تدفن في المجموعة هنا، وبيتم نقل الجثمان من الشام إلى مصر. والموضوع دوت ما كانش بين يوم وليلة، وإنما خد تقريبا ما بين 15 ل 20 يوم، وبعض المصادر بتقول 18 يوم بالظبط. ونتج عن طول المدة دي إن الجثة عفنت وريحتها طلعت،
ومحدش كان طايق يمشي في جنازته، ويقال إن مماليكه كانوا مولعين بخور بأعداد كبيرة جدا عشان يغطوا على ريحة العفن، وما كانش فيه فايدة برضه، وإن أكتر واحد كان ماشي قريب من الجثمان كان على بعد 20 متر منه. ربنا يحسن ختمتنا جميعا يا رب. المسجد هنا كان مهمل جدا بالرغم من إنه تحفة فنية، وتم إعادة ترميمه وفتحه عام 2006، وبالرغم من كده لا يرفع فيه أذان ولا تقام فيه صلاة عكس كل جوامع المنطقة. ليه معرفش، ولكن بصرف النظر عن أبو الدهب، لكن فعلا المكان هنا رائع، فيه تفاصيل كتير قوي وكلها حاجات جميلة جدا. ولو حد بقى سألك دلوقتي وقالك مين اللي قتل علي بيك الكبير، أعتقد تقدر ترد عليه. وبس كده، كان معاكم محمد سعيد من قناة تراكتولوجي، ولو كنت وصلت معايا لحد هنا فده معناه ان الحلقة عجبتك، فما تنسيش اللايك والشير، ولو أول مرة تشرفنا على القناة الاشتراك وتفعيل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا أول بأول، واستنونا في حلقة جديدة، وسلام.